تفتكر لو في كنز بين ايديك لكنه مهدد يضيع للابد، هيكون رد فعلك ايه وقتها؟ ده بقى حال اللغة النوبية، الكنز اللي شايل تاريخ أجدادنا وحكاياتهم واللي لازم نحافظ عليه. اللغة النوبية زمان كانت أشبه بكنز مخفي بينتقل من جيل لجيل بالحفظ، زي أغنية جميلة كل واحد حافظها بطريقته. لكن مع تطور حضارات النوبيين أدركوا إن ده كنز حقيقي لازم يوثق، وهنا بدأت الحكاية مع الكتابة الهيروغليفية. وده ليه؟ عشان كانوا عايشين جنب الفراعنة، وكانت اللغة الهيروغليفية هي لغة العصر وقتها. هتلاقي النقوش في المعابد بتشهد على حضور اللغة النوبية، زي معبد أبو سمبل. بعد كده لما العرب دخلوا النوبة وقتها جت فكرة جديدة، وهي كتابة اللغة بالحروف العربية. ودي كانت فكرة عبقرية لسهولة استخدامها وانتشارها. وفعلا النوبيين بدأوا يكتبوا لغتهم بالحروف العربية، وفضل الموضوع كده لحد ما الزمن اتغير والدنيا بقت أكتر تطور. ومع تغير الزمن وخصوصا بعد هجرة النوبيين سنة 1964 بدأ النوبيين يبحثوا عن طرق جديدة لتوثيق لغتهم بالكتابة، وبدأت تظهر محاولات لتطوير أبجدية نوبية خاصة عشان يسهل على الناس التواصل بالكتابة باللغة النوبية بدل ما تكون محفوظة في الذاكرة وبس. وفي اللحظة دي ظهر العالم الكبير والدكتور مختار كبارة رحمة الله عليه، قال لهم لحظة واحدة سيبوا الطلعة دي عليا. وقتها بذل مجهود كبير جدا واجتهد على قد ما يقدر في توثيق اللغة النوبية وابتكار أبجدية حديثة مستوحاة من الكتابات القديمة، وعمل كتاب اسمه اللغة النوبية كيف نكتبها، واللي كان بداية لحركة كبيرة في محاولة الحفاظ على اللغة. بعدها ظهر ناس كتير ومبادرات نوبية بيسعوا في نفس الطريق لإظهار وتعليم اللغة لاستخدامها سواء على الإنترنت أو في الحياة اليومية وحمايتها من الاندثار. النهاية، الهدف الأساسي من كل المحاولات دي هو إن اللغة النوبية تفضل حية، مش بس في الذكريات أو بين الكبار، لكن كمان عند الأجيال الجديدة اللي تقدر تكتب وتتواصل بيها بكل فخر. وكل محاولة لكتابتها هي محاولة للحفاظ على تراث غني وحكايات تستحق إن هي تفضل مكتوبة للأبد وتبقى رحلة مستمرة بنعيشها مع بعض. كان معاكم قاسم النوبي، وحكايتنا مع النوبة لسه ما خلصتش. ولو عجبتك الحكاية وعايز تعرف أكتر أو عندك سؤال أو فكرة عن النوبة اكتبها في الكومنتات عشان نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. وشير الفيديو مع أصحابك نوبيين أو غير نوبيين، وادخل شوف الفيديوهات اللي فاتت عن النوبة وتاريخها. وكمان استناني في الفيديوهات الجاية، ومع بعض هنكتشف معلومات وأسرار أكتر عن اللغة ونحافظ على كنز أجدادنا للأبد.